مبدئيا كده مفيش حدث في وسائل الاعلام دلوقتي غير كاس العالم، والمبالغ الرهيبه اللي قطر صرفتها لحد دلوقتي عشان يكون جميع التوقعات ان دي هتكون افضل بطوله في تاريخ اللعبه من قبل ما تبدا اصلا، من حيث البنيه التحتيه والملاعب والتنظيم، ويكون ده الحدث الاول والاضخم في الوطن العربي، وتكلفه التجهيزات اللي بلغت 220 مليار دولار عشان تقدر تستوعب 32 منتخب بالجماهير اللي بالملايين، اللي للأسف مصر مش منهم، والجمهور المصري هيتابع المونديال من مكانه. تخيل بقى لو مصر هي اللي هتنظم المونديال. تعال ندخل في الموضوع على طول من غير أي مقدمات، وأقول لك إيه اللي هيحصل لو مصر نظمت كأس العالم. أنا محمد المصري من أعداء عن مصر. هنبدأ كلامنا مع التحديات اللي قدرت قطر تعديها في وسط ذهول من العالم كله، من حيث التكلفة ووقت الإنشاء والجودة اللي كل تفصيلة فيها محسوبة بالورقة والقلم. مبدئيا كده قطر مساحتها 11571 كيلو متر، يعني محافظة الجيزة في مصر أكبر منها، وعدد سكانها 3 مليون نسمة، يعني سكان القاهرة الكبرى أكتر منها بحوالي 3 أضعاف. ده غير موقعها الآسيوي اللي درجات الحرارة والرطوبة فيه عالية جدا، اللي هيأثر على اللعيبة وهيقلل من قدرتهم بحوالي 40%. دي كلها التحديات الأولية اللي المفروض الدولة هتشتغل عليها. ده غير تأمين الملاعب واللعيبة والجمهور من أول ما يدخل البلد لحد ما يخرج منها. والمبهر في الموضوع إن في خلال 4 سنين قدرت قطر إن تجهز البلد بالكامل وتتغلب على جميع الصعاب، وأنشأت 8 ملاعب بتصميمات أبهرت العالم: استاد البيت، واستاد أحمد بن علي، واستاد الجنوب، واستاد الخليفة الدولي، استاد المدينة التعليمية، استاد لوسيل، استاد 947، استاد السمامة. بعيد عن التحفة المعمارية اللي قدرت من خلالها توصل الثقافة والطبيعة العربية من خلال التصميم، سواء في الملاعب أو التميمة أو حتى اللوجو، إلى إن جميع الاستادات تم إنشائها بمواد صديقة للبيئة، وبيتم التحكم في درجة حرارة الملعب والمدرجات بتكييفات تعمل بالطاقة الشمسية، مصممة لتوفر درجة الحرارة المثالية سواء للعيبة أو للجمهور. وطبعا البنية التحتية مصممة لتستوعب 3 مليون مواطن بس على حسب عدد السكان، وده اللي خلى قطر تنشئ قرى جديدة للمشجعين، والقرى بالكامل على شكل خيام بدوية، وهيكون في سفن سياحية عملاقة طول أيام المونديال في ميناء الدوحة، تضم كل سفينة 3898 كابينة. ده غير 130 ألف غرفة متوفرة في شقق وفيلات سكنية طول أيام البطولة. وطبعا لازم يكون في دور للدول العربية في حدث زي ده. أعلنت مصر والسعودية والإمارات تأشيرات سياحية للمشجعين طول أيام البطولة. طبعا أي دولة هتنظم البطولة بعد قطر هيكون في مقارنات كارثية لأي دولة. أعلى تكلفة للمونديال قبل قطر كانت من نصيب روسيا في 2018 وأنفقت 20 مليار دولار. قطر لحد دلوقتي صرفت 220 مليار دولار. تخيل بقى لو مصر هي اللي هتنظم البطولة، وللعلم هي مقدمة على تنظيم البطولة 2030 اللي هيكون 45 منتخب مش 32. تتوقع ان مصر تقدر تستضيف حدث زي ده ولا لا؟ ولو فعلا حصلت على استضافة مونديال 2030 هيكون عندها البنية التحتية اللي وصلت ليها قطر ولا لا؟ يا ريت تقول لي رأيك في التعليقات. انا محمد المصري من أعداء عن مصر.